الحب اللي عمره ما يشمت أبدا أبدا، وبينسى ويغفر إساءات. ليفكرنا باللي راح أبدا، ولا يفتح ماضي وجراحات. اسمنا حركة أخويا المسلم عايز أقولك إني بحبك. إحنا حركة بتقوم على التعبير. إحنا عايزين نوصل لأشقائنا المسلمين مشاعرنا الحقيقية، محبتنا الحقيقية. عشان كده بنستخدم كل الوسائل وكل الآليات عشان نعبر عن الحقيقة دي. أخويا المسلم عايز أقولك إني بحبك. لينا طموحات في حركة عايز أقولك إني بحبك. على قلبنا إن إحنا اللافتات بتاعتنا واليافطات بتاعتنا تبقى في كل ميادين مصر، في كل حتة في جمهورية مصر العربية. عايزين ننشر المحبة في كل الميادين، المحبة اللي على قلب الله لشعبه. أنا ضميت للحركة في البدايات، كان منسق الحركة بيشارك في ندوة من الندوات، ومن أول ما شفت الحركة وسمعت عنها انجذبت ليها، لأن ده اللي جوايا، ده اللي في أعماقي من صغري. أنا مشغول بعلاقتي بإخواتي المسلمين، ومن ساعتها بقيت عضو من أعضاء حركة عايز أقولك إني بحبك. بدايتنا كحركة عايز أقولك إني بحبك كانت في 24/9/2012. عملنا وقفة أمام سور الجامعة الأمريكية بيافطة واحدة كان مكتوب عليها أخويا المسلم أنا واقف هنا علشان أقولك إني بحبك. بعد كده تالت ديت 9 وقفات بالتحرير. بعد كده كان عندنا وقفة في كنيسة القديسين بالإسكندرية يوم راس السنة. بعد كده تلاتها وقفة تانية أمام مسجد الجامع الأزهر والحسين، كان في المسجد في المولد النبوي، كان لتهنئة إخواتنا المسلمين بالمناسبة ديت. شلون طيبين؟ شلون طيب؟ شلون ترحب؟ شلون طيب؟ يعني بصراحة ربنا هي دي الإخوة، وهي دي الحاجة يعني اللي طبعا سيدنا النبي اللي وصانا بيها عليه الصلاة والسلام، قال أوصيكم بربطة مصرا خيرا. سيدنا النبي وصانا عليكم إن إحنا إخوة متحبين، شعب واحد، مسلم مسيحي، إيد واحدة، وطن واحد، وروح واحدة. أهم حاجة إن إحنا نحب بعضينا. ممكن ندخل مظاهرة في التحرير، بس مش عشان نكون مؤيدين للمظاهرة، لكن عشان نكون مع الإنسان المصري جوه المظاهرة دي. ممكن ندخل مظاهرة للسلفيين، بس مش عشان نقاوم المظاهرة دي، لكن علشان نكون مع الإنسان المصري المسلم أو المسيحي في المظاهرة ديت. ممكن تلاقينا في الاتحادية، وممكن تلاقينا في الرابعة، وممكن تلاقينا في النهضة. ممكن تلاقينا مع يعني لينا صداقات مثلا مع ناس من حزب الدستور، ولينا صداقات من الإخوان المسلمين أو من السلفيين أو أي حد. إحنا بنحب كل الناس، ومش شرط نتفق أو تتفق أفكارنا مع الناس دي. أحبوا بعضكم بعضا بقلب طاهر بشدة. مسلم مسيحي إيد واحدة، مسلم مسيحي إيد واحدة، مسلم مسيحي إيد واحدة. بعض الناس بيسألونا ان احنا حركة منظمة منبثقة من الكنيسة. احنا حركة مش منبثقة من الكنيسة ولا حاجة، احنا مجموعة شباب من كل الكنائس من كل الطوائف، بنتجمع للمحبة، وحدتنا وحدة حب. يمكن البابا تودروس يعني في بداية جلوس على الكرسي كان بيتكلم عن الوحدة وقال احنا وحدتنا وحدة حب، وده شعارنا، احنا وحدتنا وحدة حب. واذا كنا احنا بنقبل مختلفين معانا، احنا بنقبل بعض زي ما احنا من بيئات مختلفة، من ثقافات مختلفة، من كنائس مختلفة، لكن احنا المشغولين بيه مشغولية واحدة هي المحبة. ويمكن بعض الاباء الاساقفه واشادوا بالحركه في بعض الكنائس. كان بابا تودروس في برنامج من البرامج اشاد بالحركه، وده وسام على صدورنا يعني. اشاد بحركه عايز اقول انك بحبك.
وفي اباء كتيره من كل الاماكن اشادوا بالحركه، وده حاجه بتفرحنا قوي قوي دعمهم لينا يعني. احنا مش بس بنحب المسلمين، لكن انا بحب الملحدين لكن بأدين الإلحاد، أحب القتلة لكن أدين القتل، أحب اللصوص لكن أدين السرقة، أحب يعني أي حد في أي اتجاه، لكن مش شرط أتفق معاه في الاتجاه بتاعه. كان لينا وقفة تانية أمام الكاتدرائية بعد الأحداث، اعتداءات على الكاتدرائية وأحداث الخصوص. عايز اقول لك والله اسالي بالكلام، كلنا اخوات، ربنا يحافظ عليك، ربنا يحافظ عليك. بحب كل مسلم في مصر. لحظة يا ريس، لحظة. بنحب كل المسلمين في مصر، المسلمين هم اخواتنا وولادنا وحبايبنا، واللي عملوا الفتنة مش مسلمين، اللي عملوا الفتنة عصابات. كل مسلم في مصر. وحتى كان ساعتها شفنا فضيلة الشيخ طه عرفة أمام مسجد جامع السعادة بالمطرية، ودعانا هو بنفسه إن احنا نعمل وقفة هناك، وده حصل فعلا. قل يا أهل الكتاب الكلام اللي أنا قلته، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هو ده الحب وده التسامح وده الرحمة. وبضم صوتي لصوت الأستاذة إيرين ربنا يبارك في عمرها، اللي مش مطلوب منك إنك أنت تؤمني بديني، ولا مطلوب مني إن أنا أؤمن بدينك، لكن إحنا بنحترم بعض، بنحب بعض، وبنتسامح مع بعض. أنا بخبط على بالك وبقول لك كل سنة وأنت طيبة، لأن دي الآية اللي ربنا بيقولها النهارده. أنا يشرفني إن أنا أقعد معاك ونكون مختلفين برضه، ما فيهاش حاجة. أنا وأنت لما نيجي نحب بعض صدقني بقى يبقى هو ده الحب الحقيقي. ليه؟ لأن أنت عارف إن أنا في حاجات لا أؤمن بيها عندك، وأنا عارف إنه في حاجات فضيلتك لا تؤمن بيها، ورغم ذلك بحط إيدي في إيديك وبقول لك هحبك وهفضل أحبك لحد يوم القيامة. بعد كده على طول كان في وقفة تانية من اخواتنا المسلمين بالتنسيق معانا في كنيسة قصر الدبارة يوم حد الزعف اللي تهنئة المسيحيين بالمناسبة ديت. احدث وقفة لينا خالص كانت وقفة في دوران شبرا بالاطفال. ربنا خلقني وخلقك، ربنا خلقني وخلقك، بابا وماما قالوا لي احبك، بابا وماما قالوا لي احبك، ربنا خلقني وخلقك، ربنا خلقني وخلقك، المحبة هي الماني هفضل اقولها طول ايامي، المحبة هي الماني هفضل اقولها طول ايامي. اتكلم يا مصري قول، عن حبك واخرجوا للنور، عن حبك واخرجوا للنور، اتكلم يا مسيحي قول، اتكلم يا مسيحي قول، عن حبك واخرجوا للنور، عن حبك واخرجوا للنور. كان في ردود افعال ايجابيه جدا، وكان في ردود افعال سلبيه بس لا تذكر، يعني عايزه اقول من 1 ل1000. ردود الافعال الايجابيه احنا كنا بنلاقي احضان، كنا بنلاقي قبلات من السيدات، كنا بنلاقي دموع من بعض الناس، كنا بنلاقي ناس تجيب لنا عصاير في الشوارع، كنا بنلاقي ناس تيجي تردد، ناس مسلمين يجي يرددوا زي اللي احنا بنقوله. احنا كنا بنقول اخويا المسلم عايز اقول لك اني بحبك، كان يجوا هم بنفس الطريقه بنفس الكلمه اخويا المسيحي عايز اقول لك اني. حاجات كانت بصراحه جامده جدا جدا. كل سنه وانتوا شركاء معانا في الوطن، كل سنة وانتوا شركائنا في الوطن. قوم يا محمد قول لي مينا، قوم يا محمد قول لي مينا، مصر الحلوة ليكوا ولينا، مصر الحلوة ليكوا ولينا، قوم يا فاطمة قول لدينا، 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 مصر الحلوة ليكوا ولينا. بخصوص احنا بننزل الشارع بنوزع بطاقات حمراء عليها كلمات محبة لاخواتنا المسلمين، بنعمل وقفات في الشارع،
بننزل الميادين، بندخل جميع وسائل المواصلات، بننزل المترو، بنوزع بطاقات المحبة، بنقف في الوقفات بتاعتنا ببنرات، بنعمل تيشيرتات مكتوب عليها رسائل محبة. عندنا صفحات على الفيسبوك، وانا يعني بدعو كل حد يدخل صفحتنا على الفيسبوك يكتب على السيرش عايز اقول لك اني بحبك، هلاقي صفحة مريحة بتقبل الكل، بتحب الكل، ودي رسالتنا لكل الناس ان احنا نقبل الجميع. المحبة شعلة بتنور في الضلمة، المحبة شعلة بتنور في الضلمة، المحبة هي إيماني هفضل أقولها طول أيامي، المحبة هي إيماني هفضل أقولها طول أيامي، المحبة هي إيماني هفضل أقولها طول أيامي، المحبة هي إيماني هفضل أقولها طول أيامي. احنا كحركة عايز أقول لك إني بحبك، أو حركة أخويا المسلم عايز أقول لك إني بحبك، بنحاول نتدرب على المبادئ دي. نحن نحب الذين يحبوننا، ونحب الذين يكرهوننا. نحن نحب الذين يدعموننا، ونحب الذين يقاوموننا. نحب اللي بيتفقوا معانا في أفكارنا، ونحب اللي بيختلفوا معانا في أفكارنا. وبالنسبة للفلايرات الحمراء أو المطويات الحمراء اللي احنا بنوزعها، الحاجات الصغيرة اللي احنا بنوزعها دي احنا وزعنا منها كتير جدا، وصل عددها تقريبا ل 180,000 بل أكتر. بنوزع في الميادين، في الشوارع، قدام المساجد، بنطلع وسائل المواصلات، مترو والأتوبيس والميكروباصات. حبينا بعض ولا لا؟ ربنا هيحاسبنا على محبتنا لبعض، على غفراننا لبعض. سامحنا بعض ولا لا؟ دعينا لبعض ولا لا؟ ربنا مكتوب عنه الله محبة. لما المطر تتمطر على المسلمين والمسيحيين، لما الرزق بيجي على المسلمين والمسيحيين. ربنا بيغفر لينا، عايزنا نغفر لبعض، عايزنا نسامح بعض، عايزنا نحب بعض. طبيعي جدا انه الشخص بيحب اللي بيحبه، وبيحسن اللي بيحسن اليه، وبيتعامل كويس مع اللي بيتعامل معاه كويس. لكن اللي يفرق شويه، واللي يخلينا انسان، اللي يخليني بني ادم، اللي يخليني بحب ربنا بجد وبتبع ربنا بجد، مش مجرد تبعيه نظريه، اني احب المختلفين عني حتى اللي بيقاوموني. المحبة اللي على قلب الله لكل إنسان، دي من الحاجات اللي احنا نفسنا فيها. تاني حاجة نفسنا ان احنا نعمل كتاب يشرح فيه مبادئ ورؤية بتاعة حركة عايزة اقولك اني بحبك. تالت حاجة احنا نفسنا جدا جدا على قلبنا قوي ان احنا نعمل برنامج تلفزيوني بعنوان عايز اقولك اني بحبك. احنا مؤمنين ان السماء عايزة تبارك الناس، عايزة تبارك الناس اللي بيعادونا، عايزة تبارك الناس اللي بيشتمونا، عايزة تتوب الناس، عايزة تغير الناس. بس ربنا كأنه بيقول لنا أنا مش هعمل كده إلا لما تشتركوا معي في هذا العمل، أنا مش هعمل كده إلا لما تبدأوا أنتوا من البركة الأول. وكأنه بيقول لنا أنا مديكوا سلطان على الأرض إن أنتوا تباركوا الناس. عشان كده إحنا بنبارك اللي بيلعننا، وبنحب اللي بيعادينا، وبنحسن للناس اللي بتكرهنا. احنا متأكدين ان السماء هتنفتح وهتبارك اعدائنا، وهيتغيروا وهيهتدوا وهيرجعوا عن طرقهم الردية. المحبة هي إيماني هفضل أقولها طول أيامي. أخويا المسلم عايز أقول لك إني بحبك. أخويا المسلم عايز أقول لك إني بحبك. أخويا المسلم عايز أقول لك إني بحبك. بتصادفنا كتير جدا ساعتها ان الناس بتقول لنا طب انتوا بتصرفوا منين؟ تمويلكم ازاي؟ طب في حد بيمولكم؟ احنا للأمانة ملناش أي جهة تمويل خاصة بينا خالص. احنا بالعكس احنا بنجمع من بعض، احنا كشباب، وكتير جدا مننا بيقتطع من احتياجاته الشخصية واحتياجات بيته علشان يعني نحاول نساهم في الحركة. وللأمانة برضو المطابع اللي بتطبع لنا الفلايرات والمطابع اللي بتطبع لنا البنرات اللي احنا بنقف بيها كتير جدا بتتساهل معانا في تسديد الاحتياجات ديت. احنا نازلين نعمل ايه في الشارع؟ سؤال بيطرح نفسه. احنا نازلين نغسل الشارع من التعصب، نازلين ندلق ميه نظيفة في الشارع، نازلين نرش شوية مية ورد. في بديل عن كل ده. احنا نازلين بجد نعبر عن مشاعرنا الحقيقية اللي في قلبنا، اللي بتجري في شراييننا تجاه أشقائنا في التاريخ وفي المصير، تجاه اخواتنا المسلمين. نازلين نقول لهم احنا بنحبكم، احنا بنحبكم قوي. احنا مش عايزين اي حد يلعب في دماغكم، احنا مش عايزين اي حد يقول لكم اي حاجة تاني غير الحقيقة، غير اليقين اللي موجود جوانا. بحبك يا مسلم، بحبك يا غالي، بحبك يا مسلم، بحبك يا غالي.
يا اخويا ودايما في بالي، بحبك يا اخويا ودايما في بالي، بحبك يا مسلم بحبك يا صاحبي، بحبك يا مسلم بحبك يا صاحبي، بحبك يا اخويا اصلك هو اصلي، بحبك يا اخويا اصلك هو اصلي. عددنا يقدر ب 15 فرد اللي هم الاساسيين الحركه، لكن بعض الاشخاص اللي بينزلوا معانا في النزلات والوقفات بتاعنا يقدروا بالمئات. وبخصوص المتابعين لينا على الفيسبوك والتواصل الاجتماعي ازعم ان يقدروا بالمئات الالاف او ملايين. مكان اجتماعاتنا احنا مش بنجتمع كتير في اماكن مغلقه، لكن بنجتمع في ميادين. قبل الوقفات بساعات بنقف في الشارع، ان يمكن امورنا الماديه اللي بتعوقنا ان احنا ناجر مكان او كده يمكن قررناها مره واحده ان ما عندناش دعم مادي نقدر ناجر مكان نجتمع فيه. لكن الشارع احنا يعني بننزل الشارع، نجتمع في الشارع في الميادين. حركة عايزة اقول لك اني بحبك ما تبقاش بس جوه مصر، احنا عايزين ننقل اللي على قلب الله، المحبة الكبيرة اللي وهبها للإنسان، عايزين ننقلها للعالم كله. ما تبقاش بس مصر والوطن العربي، لا احنا عايزين نلف العالم كله، ننشر المحبة في كل العالم، نقول للعالم كله انه الله بيحب الانسان. بحبك يا مسلم بحبك يا غالي، بحبك يا مسلم بحبك يا غالي، بحبك يا اخويا ودايما في بالي، بحبك يا اخويا ودايما في بالي. اخويا المسلم عاوز اقول لك اني بحبك، اخويا المسلم عاوز اقول لك اني بحبك، اخويا المسلم عاوز اقول لك اني بحبك. مجدي هاشم بيحب احمد مصطفى وما بيفترقش ابدا، بحبك يا مسلم عمرنا ما افترقنا. من الأسباب المهمة جدا اللي مخليانا نازلين الشارع قول سيدنا المسيح لما قال أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. إذا كان في بوم بينعق بخراب هذا الوطن، إذا كان الشارع المصري مهدد بأنه يتخطف من المصريين، فلو في ناس بتنشر الضلمة وإنت معاك لمبة وما نورتش اللمبة دي فما تلومش إلا نفسك. قابلنا حفاوة كبيرة جدا من الناس كانت بتقابلنا بدموع وأحضان. الحقيقة ان احنا كنا نازلين نقول للناس ان احنا هنقدم محبة، الحقيقة ان احنا اللي تقدم لنا محبة كبيرة جدا، احنا اتغرقنا محبة، كان الناس بتحضننا، كان الناس بتشوفنا بتعيط من غير ما نعرف ايه اللي بيحصل. اخويا الابتي بقول لك بحبك، اخويا الابتي بقول لك بحبك، اخويا الابتي بقول له بحبك، اخويا الابتي بقول له بحبك، شريكي في الوطن، شريكي في الوطن، شريكي في الوطن، بحب الابتي، بحبك يا ابتي، بحبك يا ابتي، شريكي في الوطن. احنا حركة عايز اقول لك اني بحبك، او اخويا المسلم عايز اقول لك اني بحبك، احنا مش مشغولين بان احنا نطلب مطالب كتير، احنا ملناش اي مطالب، احنا المحبة هي مسيرتنا، المحبة هي قرارنا، المحبة هي اختيارنا، المحبة هي وجهة نظرنا، المحبة هي مطالبنا. حركة عايز اقول لك انا بحبك تشبه منظمة الهلال الاحمر او الصليب الاحمر. يمكن منظمة الهلال الاحمر او الصليب الاحمر بيدخلوا مكان بيهمهم الانسان بس، ما يهمهمش ده دينه ايه او عرقه ايه او لونه ايه، وده اللي في قلبنا. احنا يهمنا الانسان، يهمنا نربح اخويا، اربح محبتي لاخويا. يمكن في ترنيمة بتستوقفني بتقول بنحب الانسان من غير تمييز الوان، مسيحي مسلم مهما كان بنحب الانسان. بنحب الانسان من غير تمييز اديان، مسيحي مسلم ايا كان كلنا من والى الديان، مسيحي مسلم ايا كان كلنا من والى الديان. الله فدينا ساكب حبه فينا وبالحب موصينا على كل انسان. الله فدينا ساكب حبه فينا وبالحب موصينا على كل إنسان. بنحب الإنسان من غير تمييز لكيان، بنحب الإنسان من غير تمييز لكيان. عايزين نعمل ثورة حقيقية، مش الثورة اللي احنا يعني كنا بنعيشها الأيام اللي فاتت، لكن ثورة مختلفة جدا، ثورة محبة. عايزين نغير الشعار من الشعب يريد
للشعب عايز يعطي محبة، عايز يعطي اللي على قلب الله للشعب، عايز يقول إنه عايز أقول لك إني بحبك. إحنا العالم أفقر كثيرا من أن يعطينا أي شيء. نحن لدينا ما نعطيه للعالم، نحن لدينا ما نعطيه لمصر. الدستور اتعمل فيه مخاوف، الدستور انتزع الحريات من المصريين، الدستور وحش، الدستور حلو. احنا جايين هنا نقول احنا مش لسه هنستنى دستور. المصريين عايشين مع بعض بقالهم آلاف، مش اللي هيخلي المصريين يعيشوا مع بعض حلو هو الدستور. اللي هيخلي المصريين، لان المصريين زي السكر اصلا، المصريين بيحبوا بعض. بس عايزين نقول انتبهوا، ما تسمعوش كلام اي حد، ما تسمعوش كلام اي حد. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت حضرتك طيب. ربنا يجعل المسيحيين والمسلمين ايد واحده ويبعد الوحشين عن مصر ان شاء الله. امين يا رب. كل سنه وانت طيب. انا بشكركم قوي وكل سنه وانتم طيبين، واحنا متشكرين على المبادره الحلوه قوي قوي دي، واحنا كلنا مصريين وكلنا اخوات، مفيش حاجه هتفرقنا ابدا. وانا بشكركم خالص، واسم كل المسلمين بنشكركم، وان شاء الله باذن الله هنعيد معاكم في العيد بتاعكم ونعمل لكم حاجات حلوه برضه، مفيش حاجه هتفرق ما بيننا ابدا. كان ايه مشاعر حضرتك لما شفتي المسلمين؟ قوي بصراحه، اول ما اديتني الكارت الاستاذه اللي واقفه هناك انا باخدها عادي زي اي بروموشن باخده، رجعت لها قلت لها ميرسي، شكرا قوي، ربنا يخليكم. بعدين فاجئت بيكم بقى كلكم، ميرسي قوي قوي قوي. احنا اتشرفنا بحضرتك جدا، كل سنه وانت طيب. وانت طيب. ميرسي ميرسي جدا يا حضرتك. كل سنه وانت طيب. صح وسلامه يا حبيبي. واحنا كمان بنحبكم قوي، يا رب يخليكم ويوفقكم. اللي بيحاولوا يفرقونا هم الخسرانين. انا مبسوطه علشان القلب ده، ومبسوطه عشان الحب اللي جواكي، واحنا بنحبك. والله يا بنتي شعب مصر كله واحد، شعب مصر كله قلبه طيب، مسلم ومسيحي الاثنين دم واحد وقلب واحد. الحب اللي عمره ما يشمت وبينسى ويغفر إساءات، ليفكرنا باللي راح ولا يفتح ماضي وجراحات. الحب ده من قلب الله، شمس ودفى ونغم وحياة. الحب ده من قلب الله، شمس ودفى ونغم وحياة. ماله نهاية وماله حد، أصل ده حبه نبع الرب، أصل ده حبه نبع الرب، أصل ده حبه نبع الرب.